أهلا بك مايا، شكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي تأتيكم من الجزائر العاصمة لمواكبة آخر التطورات فيما يخص الانتخابات الرئاسية الجزائرية. طبعا ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان السلطة الجزائرية الوطنية للانتخابات للنتائج الأولية لهذه الانتخابات. نعم، وكانت قد أعلنت نسبة المشاركة في الداخل الجزائري بنسبة 48.03%، في حين بلغت نسبة المشاركة وسط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 19.57%. طبعا ما يوم مشاهدينا نفتح ملف النقاش هنا في هذه النافذة مع ضيفي الكرام، كل من السيد جمال عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة. أهلا بك أستاذ جمال، أهلا بك شكرا معنا. أختي على الاستضافة الكريمة، وتحياتي لكم ولكل طاقم قناة تي ار تي بالجزائر. شكرا كل جزيلا لك. المشاهدين. أرحب كذلك بأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أستاذ زهير بوعمام، أهلا بك معنا. مرحبا أستاذة أمينة وبقناة تي ار تي في الجزائر. شكرا جزيلا لك. أبدأ معك أستاذ جمال. نسبة المشاركة الأولية بلغت 48.03 في الداخل الجزائري، يعني كطبقة سياسية كيف ترون هذه النسبة؟ أولا دعني أشكرك على الاستضافة ثانية، وأتوجه من خلال قناة تي ار تي لكل المشاهدين بالتحية، وللشعب الجزائري بالتهنئة، ولكل المترشحين الثلاث، ولكل من سهر على إنجاح هذه الانتخابات. من خلال متابعتي لمنحنى المشاركة الشعبية في الانتخابات، أعتبر هذه النسبة محترمة ومعقولة، وتعبر حقيقة على العودة المتنامية للمواطن الجزائري للاهتمام بالشأن السياسي والشأن الانتخابي واندماجه في العملية الانتخابية بعد عزوف لعدة محطات بسبب ظروف معينة. الآن هناك منحنى متصاعد للمشاركة الشعبية في الانتخابات. ثانيا، أن هذه النسبة تتماشى مع النسب الموجودة في الكثير من دول العالم، وخصوصا أدعياء الديمقراطية الغربية الذين ربما هذه النسبة تتجاوز الكثير من هذه البلدان، يعني في الجزائر. ولهذا نرى أن الانتخابات من ناحية المشاركة الشعبية حققت أهدافها المرجوة، وننتظر من خلال الانتخابات القادمة إن شاء الله والاستحقاقات الأخرى أن تتزايد هذه النسبة، لما لمسناه كما قلت لك في الشباب الجزائري من إقبال على الانتخابات. ونحن كما تعلمين لم نغب عن الساحة السياسية ولا عن الانتخابات ولو في محطة واحدة. هناك مؤشر تصاعدي لاندماج المواطن الجزائري أو الناخب الجزائري في العملية الانتخابية، وهذا يبشر بالخير إن شاء الله. أستاذ زهير، لطالما كانت لدى السلطات الجزائرية رهان نسب المشاركة في العملية الانتخابية على اختلافها، بالنظر إلى هذه النسبة الأولية للمشاركة، هل ترى أنها كسبت الرهان أو مازال؟ يعني بصراحة كنا نأمل أن يكون الرقم أكثر، والطبقة السياسية سلطة ومعارضة ومراقبين نعم تكلموا على أن واحدة من أكبر، ليس هو الرهان الوحيد ولكنه واحد من أكبر رهانات الجميع، أن يروا منسوب تجاوب الجزائريين مع الفعل الانتخابي يرتفع كما قال الأستاذ جمال قبل قليل مقارنة بالمواعيد السابقة. يجب أن نعترف بأنه قبل 2019 مع حالة الانسداد مع سنوات الانحراف، ثقة الجزائريين في الطبقة السياسية في الفعل الانتخابي بالذات اهتزت وضربت في العمق. إذا نحن في مرحلة ترميم هذه الثقة وإعادتها، والأمر لا شك يتطلب جهد كبير، يتطلب أيضا سنوات، يتطلب وقتا. ولكن مع ذلك أنا أتفق مع الأستاذ جمال حين قال أن الرقم
يبقى معقولا بالنظر إلى معطيات كثيرة. وأعتقد بأن مع الاعتراف بأن الطبقة السياسية مدعوة إلى تلقي هذه الرسالة، إلى قراءتها في العمق وفتح نقاش سياسي، لما لا في المرحلة القادمة من سيكون رئيسا بعد أن يعلن أو بعد أن يتم الإعلان عن النتائج بعد ساعات. أعتقد أيضا سيكون واحدة من ورشاته الكبرى التعامل مع هذا السؤال، مع هذه المعضلة، مع ما يجب فعله جميعا، سلطة ومعارضة، نخبة وشارعا وناشطين، من أجل التقدم على صعيد الدفع بالجزائريين إلى استعادة ثقتهم في الفعل السياسي. وهم ليسوا بعيدين عن السياسة، ولكن في الانتخابات، لأنه مسألة الثقة في المؤسسات صحيح. وفي الطبقة السياسية وفي الأحزاب، دعينا نقول كما قلت، ضربت وبشكل كبير في مرحلة معينة، ولكن 48.03% يبقى رقما لا شك محترما. و دعينا ايضا مرتفعة نقول نسبيا انه مقارنة بانتخابات 2019. صحيح. ثم انه احنا في الجزائر الان ليست لدينا، صحيح، هو الدلاله، المعنى السياسي للرقم مهم، لا شك في ذلك، في كل الديمقراطيات هذا الامر مهم. ولكن ايضا اذا عرجنا على عوامل، على عناصر اخرى، على شفافيه، على نزاهيه، على نزاهه العمليه الانتخابيه، فلا شك البارحه تابعتم، الجميع تابع، وفي اختيارتي تابعتم ايضا كيف ان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات كان يعلن عن الأرقام تباعا، وكان يعطي الأرقام الحقيقية. صحيح. ليست لدينا عقدة الآن في الجزائر من هذا الأمر، حتى وإن اعترفنا بأن عملا كبيرا لا زال يجب، كما تفضلت، يجب أن يؤدى، أن يقوم به الجميع من أجل أن نتجاوز هذه المعضلة. ولكن بالنسبة لي، نزاهة العملية والأجواء الإيجابية التي سادت العملية في كل مراحلها، مرحلة ما قبل الحملة، ثم الحملة، ثم يوم الاقتراع، غياب الاستقطاب، غياب التشاحن، غياب يعني هذا الجو العام من الاحترام كما وصفه المرشحين الفرسان الثلاثة، بأن الأمور جرت في أجواء إيجابية جدا. الجميع حاول أن يستميل الناخب الجزائري أن يعرض برنامجه، مقترحاته، أجوبته على تطلعات وانتظارات ومشاكل الجزائريين، من دون كما كنا في فترة معينة. أستاذ جمال رئيس لحزب وعايش فترات أخرى، غابت بعض السلوكات، دعينا نقول، التي أدت إلى انزلاقات في سنوات أخرى. أعتقد بأننا ننضج، أعتقد بأننا نحقق أشياء كثيرة على صعيد تثبيت أركان ديمقراطية ناشئة في المشهد السياسي. نعم. أستاذ جمال، وأنت رئيس حزب سياسي في الجزائر، الأكيد أن الجزائر خلال ال5 سنوات الماضية فتحت العديد من الورشات السياسية أو الإصلاحات السياسية. هل تراها كافية لخلق هذا المناخ الإيجابي في الجزائر بالنسبة للعملية السياسية؟ طبعا أولا الجزائر خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، ومن ثمرتها ما شاهدناه كما تقدم أخي زهير في توصيفه للمشهد الانتخابي للعملية منذ إعلان السيد رئيس الجمهورية على دعوته لانتخابات رئاسية مسبقة، وصولا إلى إعلان البارحة لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات على نتائج، على نسبة المشاركة الأولية في انتظار التفاصيل. الجزائر أقدمت على تعديل الدستور من أجل يعني المنظومة القانونية، تعديل الدستور، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، ثم إعادة الاعتبار للطبقة السياسية وللفعل السياسي من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالطبقة السياسية، وكان لقاء مغلقا ومفتوحا لدراسة الكثير من الأمور. التزامات السيد رئيس الجمهورية في الكثير من المجالات، المجال الإعلامي، ثم أكبر إنجاز حققه السيد رئيس الجمهورية هو الضربة القاضية التي وجهت للمال الفاسد من خلال يعني تطهير الفعل السياسي والفعل الانتخابي من وطأة وتأثير المال الفاسد والمال الانتخابي والمال السياسي. هذا يعني رأينا ثمرته في هذه الانتخابات بشكل جدي، وقد عانينا منه كثيرا يعني سابقا، حتى تميعت وتعفنت الساحة السياسية.
ولكن هذه المرة رأينا عمل سياسي، تنافس سياسي في أجواء النزاهة، في أجواء تقابل البرامج. والشيء الأكبر الذي لاحظته وقد طفت ولايات القطر من شرقها إلى غربها وفي وسطها إلى بعض المناطق الداخلية، المواطن الجزائري الذي أصبح يتفاعل مع الخطابات، يعني تدخل للقاعة تلقي خطابك وتشرح برنامج. وأنا كنت من المساندين المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. المواطن يستمع إلى الخطاب ويناقشك في تفاصيل الخطاب. وأهم إنجاز أيضا تحقق بفعل هذه الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الإصلاحات، أننا أكبر معضلة عشناها في الجزائر. تكلمنا على تحدي نسبة المشاركة، ولكن الشيء الذي حققناه في هذه الانتخابات هو إعادة اللحمة الوطنية في العملية الانتخابات. منطقة بكاملها كانت خلال الانتخابات القادمة السابقة تمنع فيها الانتخابات وتعرقل، لا قلت قاطع، كانت يعني أخذت رهينة لتيار متطرف انفصالي. اليوم هذه المنطقة فتحت ذراعيها، دخلها المترشحون، دخلها كل يعني أطقم الحملة الانتخابية، خرج أبناؤها للتصويت، واستطعنا أن نحقق يعني أن الانتخابات تجرى في كل ربوع الجزائر وبنسب يعني مقارنة بالمنطقة معروفة بالمقاطعة. هذه المرة قفزة نوعية في نسبة المشاركة في هذه المناطق، وأقصد بها منطقة طيب أستاذ جمال، نعم. أعود إليك أستاذ زهير بوعمامة. ساعات قليلة فقط طبعا تفصلنا عن إعلان الاسم الرئيس القادم للجزائر. أكيد أن هناك تحديات كثيرة ستكون على طاولة الرئيس الجزائري المقبل. أي أولويات تراها ستكون بالنسبة للرئيس الجزائري المقبل؟ هو دعينا نكون يعني صراحة، الأقرب والأرجح أن المترشح الحر سيعاد التمديد له بقرار الشعب الجزائري بالأغلبية، وحسب متابعتنا لعملية الفرز التي جرت أيضا في شفافية وبحضور كاميرات الإعلام وبحضور المواطنين قد يتجاوز رقم 70% من الأصوات التي عبر عنها. أمام الرئيس القادم تحديات كثيرة. أولا، هذه الانتخابات تجري في سياقات خاصة جعلتها انتخابات مختلفة. صحيح أننا في مرحلة ما بعد الأزمة طوينا مرحلة الأزمة التي كانت تحيط بالاستحقاق الرئاسي في سنة 2017 والتي أثرت عليه، لكن هناك رهانات تثبيت الديمقراطية. نحن نسعى جميعا من خلال حتى ما رأيناه من إشارات إيجابية على مسار أو التقدم على مسار أن نبني ديمقراطية مستقرة، يعني ديمقراسي ستابل، بما يتطلبه هذا الأمر من توفير أركانها الهيكلية، التقدم على صعيد الاقتصاد. كل الدراسات تاريخيا، كل الديمقراطيات نجحت في أن تتثبت، في أن تترسخ حين حقق من نجح بعد عمليات الانتقال الديمقراطي نتائج إيجابية لمسها المواطنون يعني في حياتهم المعيشية. لذلك رأينا كيف أن المرشحين الثلاثة كانوا يعني يخاطبون، الحملة كانت والخطاب كان جواري، كان يركز على أشياء براغماتية بعيد عن الأيديولوجيا وعن التناطح وعن الاستقطاب الأيديولوجي، مع أنهم، لاحظي معي أستاذة أمينة، جاءوا من 3 عائلات سياسية مختلفة، واحد من اليسار والثاني من التيار الإسلامي والآخر من التيار الوطني بكل مشاربه، ومع ذلك غاب ذاك الخطاب يعني الذي ساد في فترات معينة، مشحون، خطاب بلا شحنات كما يقال. ومن التحديات أيضا بالإضافة إلى هذه عملية تثبيت الديمقراطية واستجماع ما يمكن أن يعني يوصلها إلى نقطة اللا عودة، مسألة التنمية. وسمعنا في الحملة الانتخابية خطابات تعطي الأولوية لمواضيع تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، كانت متشابهة في هذه النقطة. صحيح، كانوا نعم، لأنه هذا هو واقع الجزائريين. والآن الجزائريون أيضا في مطلبياتهم السياسية تجاوزوا هذه الأشياء نتاع الهوية وما الهوية، لأن الجزائريين أنا أعتقد
وصلنا إلى بناء ما يسميه بيير بورديو بليليزيو، بمعنى الإجماع على عناصر تشكل حزام أمان أي تجربة ديمقراطية، الأشياء التي لا طيب. تناقش، مواضيع الهوية ومواضيع المرجعية النوفمبرية ومواضيع الثوابت، هذه غابت عن هذه. فيه إشارات لا شك في ذلك، وكل تيار عنده تقاليد في خطابه، ولكن هناك إجماع على بعض نعم هناك المتطلبات. تنافس في برامج في تقديم الحلول للمشاكل، في القدرة الشرائية، في طيب. رفع مستوى معيشة الجزائريين، في الجواب على معضلة البطالة أو مشكل البطالة، في رفع دخل البلد وإيصال طيب مثلا لو بي ام بي إلى أرقام معينة، في الخروج من الاقتصاد الريعي وبناء اقتصاد متنوع. ولا شك أيضا في هذا الوسط الذي نعيش فيه الجيوسياسي، بالحديث عن هذه وسط النقطة. متقلب مضطرب. صحيح. ولا شك يؤثر علينا بشكل كبير جدا، ويجب أن نكون أقوياء أولا باستقرارنا الداخلي، ثانيا بجيشنا بقدراتنا الدفاعية، وأيضا بقدراتنا الاقتصادية، حتى نستطيع أن نصمد وأن نتعامل مع هذه التحديات التي يفرضها علينا يعني إقليم مضطرب تماما وعالم متقلب، ونمنع يعني بعضهم من أن يحققوا ما يريدونه من أجندات خطرة على المنطقة وعلى شعوب المنطقة. بالحديث عن هذه النقطة أستاذ جمال، الأكيد أن الجزائر كما ذكر أستاذ زهير محيطها مضطرب متوتر، عديد الأزمات في محيطها، مالي، ليبيا. كيف يمكن للجزائر أن تثبت قيمتها كقوة حفظ الاستقرار للمنطقة؟ أولا في هذا المجال للجزائر تقاليدها. الجزائر أثبتت عبر كل المحطات وعقود السابقة في مختلف الأزمات الإقليمية والدولية أنها وسيط موثوق فيه، أنها دولة تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي والعالمي، وأنها أيضا تمارس هذا الدور باعتماد على تقاليد دبلوماسية وعلى مبادئ لا تحيد عنها، مبادئ إنسانية، مبادئ السلم والأمن الدولي، تتماشى مع ثورتها ومع مسارها التاريخي. ثم أن الجزائر بهذه الانتخابات بحد ذاتها وبنسبة النسبة المنتظرة للفوز السيد الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة ثانية، سيتنامى الدور الجزائري اعتمادا على هذه المصداقية الشعبية، بحيث أنه يكتسب الشرعية والمشروعية الكاملة للقيام والاطلاع بهذا الدور. والجزائر في هذا الإطار قادرة على أن تفعل الكثير، وقد رأيناها في مجلس الأمن الدولي رغم الانحياز الكامل للدول الكبرى مع الكيان الصهيوني، إلا أن الجزائر استطاعت أن تقتلع من مجلس الأمن قرارين كبيرين. القرار الأول هو السير نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصا في الانتخاب الذي تم على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثانيا يعني استصدار قرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وفي كامل فلسطين. الجزائر الآن بهذه الانتخابات أقول لك ما قبل 7 سبتمبر ليس كما بعده في أداء أدوارها القومية والتاريخية والإنسانية والدولية، وسيكون لها شأن كبير. وقد رأينا يعني حتى مع بعض التوترات التي عشناها أن الذين غوت بهم الأيادي العابثة في منطقتنا البعض منهم بدأ يعود إلى بوابة المرادية وإلى التواصل مع الجزائر لإصلاح ما أفسدوه بالحديث عن هذه النقطة عربيا وحتى من دول الإقليم إن شاء الله. بالحديث عن هذه النقطة أعود إليك أستاذ زهير، ولو أنه كل المؤشرات تشير إلى أن السيد عبد المجيد تبون سيفوز بعهدة ثانية، أي طريق ستسلكه السياسة الخارجية للجزائر في رأيك؟ هل ستبقى على حالها أم سيكون هناك متغيرات؟ أعتقد لا شك الاستمرارية مع التكيف دائما مع المستجدات. في شيء مختلف في عهدة الرئيس تبون الأولى. كنا منكفئين شيئا ما لأن وضعنا الداخلي قبل 19 يعلمه الجميع، وبالتالي الأولويات أصبحت للشأن الداخلي. وحين
حين تكون أمور البيت ملخبطة كما يقال في فترة معينة مع الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة في فترة مرضه وعبث من كانوا يحيطون به بالسلطة. فالرجل حين استلم الحكم في عجالة فقط أستاذ كانت زهير. في ورشة كبيرة جدا لإعادة الجزائر لأن تلعب أدوارها على الأقل في منطقتها وفي قارتها. أعتقد بأن القادم سيكون أدوار أكثر نشاطا لأن البلد سيكون أكثر استقرارا وأكثر قوة، ولديه أيضا من الإمكانيات ومن الحضور جزيلا. ومن الرصيد لدى الشركاء والأصدقاء ما يجعل دوره مطلوبا لدى الجميع. نحن قوة استقرار في المنطقة، قوة سلام، قوة خير، وأعتقد بأن هذا الأمر سيستمر على المنوال ذاته. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية زهير بوعمامة. شكرا موصول لك جمال عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة على حضوركما معنا. الشكر لكم مشاهدين على المتابعة، وده للاستوديو المركزي لمتابعة بقية الأخبار.